السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ شايفين الطقم التحفة ده طبعا طقم السرير 160 بالساري الهندي. طبعا انتوا عارفين الملاية، 160 بنقصها ازاي؟ 40 من جنب الحيطة و160 قرصة الملاية، يبقى كده مترين و40 في ديل الملاية من تحت، يبقى مترين و40. طبعا انا الساري عشان الطقم بعمله عشان ان انا ببيعه. بعمل ايه؟ ما بعملوش كرانيش. احنا النهارده هنعمل مع بعض الخدادية. احنا عارفين ان الخدادية 75 في 55 او 72 في 52. طبعا انتوا عارفين ان انا قصيت الساري اللي هو للملاية، فطبعا طوله 50 سنتي، وانا عندي الخدادية 55، فهتبقى فيه حتة باينة من الخدادية، فمش مشكلة اهي ل5 سنتي. طبعا انا قصيت الساري 50 في 75 او في 72. بعمله ازاي بقى؟ احنا عارفين مقاس الخدادية وش وظهر وقلاب. القلاب طبعا انا بعمله عندي على حسب القماش المتوفر، يا اما 25 يا اما 30. بجيب بقى الطبقة بتاعة الساري بحطها على طبقة الأمام بتاع الخدادية، وبثبت من 4 جوانب بس. وأنا بثبت بشد القماش عشان ما يبقاش مكلكع من تحت، وبعدين هتظهر معايا مظبوطة أو لأ ازاي في تلبيس الخدادية في التشطيب النهائي. شايفين؟ بلفها من ال4 أجزاء، والجزء اللي باين ده هو ال5 سنتي بقية عرض الخدادية، لأن الساري أنا قصيته معاكم 50 زي ما انتوا شايفين كده. ده وش الخدادية، فطبعا بيبقى الأمام معايا الوش تحت، وبرضو الوش باصص لي لفوق، والساري نفس الكلام، الوش برضك باصص لي لفوق، والساري برضو ليه قلبة وعدلة. فكده بثبت ال4 جوانب بالنسبة للخدادية. بعد ما بنشطب الأمام زي ما انتوا شايفين كده، بظبط وبشد معايا قماش الخدادية عشان يطلع معايا مظبوط، مفيش حاجة تبقى مكلكعة من تحت. طبعا انا جايبة اللون ذهبي في اسمر، معرفش التصوير مبينه او لأ، على اللون الكافيه، فالطقم تحفة. احنا كده بنقفل مع بعض الخدادية ال4 جهات. بثبتها الأول عشان تطلع معايا مظبوطة. بعد ما خلصتها كده طبعا بقص الساري الزيادة وبساوي الجوانب. حبايبي لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. طبعا انا كده هركب القلاب، ببقى واخداه على مقاس عرض الخدادية اللي هو 55. ببتدي اثبته، بحط وش القلاب في وش الخدادية اهو، وبثبت على الحرف جدا، يا اما اعملها من جوه اوفر يا اما بعمل لها برواز. انا بالنسبه لي البرواز بيبقى انضف ليها وبيديها شكل حلو. كده بقص الزياده معايا، فبقص الزياده بتاعه القلاب، لان انا المفروض يكون القلاب عندي 55. بعد كده بجيب الخلف، بتني من ناحيه واحده الحرف بتاعه اهو، وبتني برضو حرف القلاب. وانا بتني الحرف كده ما بشدش القماش عشان التانية ما توربش معايا، بسيب القماش براحته. كده خلصنا الامام، بجيب بقى الخلف. بصوا هعمل معاكم حاجة حلوة قوي بحيث ان الخدادية تطلع معايا مظبوطة بحاجة بسيطة جدا. كده احنا بنتني هنا الخلف،
طبعا انا بجيب وش الخلف في وش الامام وابدأ ان انا اثبته. الحاجة اللي احنا هنعملها مع بعض، بصوا معايا كده اهو، بسيب حوالي 2 سنتي من فوق وبثبت بدبوس اهو، بس بعيد عن الخياطة عشان الإبرة بتاعتي ما تتكسرش. بثبت بدبوس من هنا وبدبوس من هنا، وبكده الخدادية أو الأمام والخلف بيبقوا مظبوطين على بعض، وباجي أخيط ما بتتزحزحش معايا اهو، كأني مخيطاهم بالظبط. دبوس من هنا ودبوس من هنا، وبسيب 2 سنتي من بعد القلاب، وبرجع اثبت بقى واظبط معايا واشد القماش عشان ما يكلكعش معايا. اي ظبط بالنسبة للخدادية بيظهر معايا اذا كانت مظبوطة او مش مظبوطة في التلبيس، ان انا لما باجي البسها بتظهر معايا، وبتظهر معايا برضو لما اجي بعمل برواز من بره اهو. عملت الجنب ده، ما بسيب من تحت بعمل الجنب اللي هو من القلاب الناحية دي، والجنب من القلاب الناحية دي، وبظبط معايا. والزيادة برجع اقصها بالمقص واساوي ليه، عشان انا هقلبها وهعمل لها برواز من بره. انما لو هعملها اوفر، فالاوفر انتوا عارفين ان هو ايه بيساوي القماش اهو. طول ما انا شغالة ببتدي ان انا ايه اشد في القماش معايا او الخدادية واظبطها. ما تنسوش يا حبايبي الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. واللي عايز يعرف مقاس الخدادية من الألف للياء، في فيديوهات كتيرة على القناة فيها طريقة قص الخدادية ومقاسها بالظبط. اللي عايز يرجع يشوفها من الأول خالص. أنا هنا بس بوريكم تثبيت الساري الهندي عليها وشكلها بيبقى ازاي كده. بعد ما سويتها من جوه وقلبتها بديها برواز، لان انا مش هعملها اوفر عشان يبقى شغل نظيف واحسن من الجاهز. شايفين منظرها بقى حلو ازاي ونظيفة، وطبعا شفتوها في اول الفيديو وهي مفروشة عشان هي مظبوطة من الاول. وانا بثبتها الساري على الامام، بصوا طالعة كلها هي مظبوطة بالنسبة لتثبيت البرواز، فلو حتت زيادة هتبقى مكلكعة فيها. يا رب يا حبايبي يكون الفيديو عجبكم، ولو اي سؤال اكتبوا لي في التعليقات. اهو شايفين الخياطة نضيفة ازاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.